يلا يا ابني شغل لي بقى الاضاءه دي كده، شغل كده. يلا بينا فيديو جديد تاني اسبوع على التوالي. والنهارده مطعم جامد جدا 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 جدا. بس قبل ما نبدا بقى الفيديو اقول لك الفيديو عن ايه، ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان نبدا معاكم على طول. ويلا بينا على الفيديو. النهارده بقى طلعتنا على مطعم ازوزه. مطعم ازوزه من اجدد المطاعم اللي فتحت في المحل ده. بيقدم كبده وسجق ومكرونه وحواوشي وسندوتشات كتير كمان. فالنهارده طلعنا طلعه سريعه عليه وقلنا نغطي لكم حبه حاجات من اللي عنده. بس قبل ما نبدا الفيديو تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويلا بينا نشوف جبنا منه النهارده. نشوف بقى النهارده جبنا ايه من مطعم ازوزه. مطعم ازوزه بيعمل حاجه حلوه عنده، ان هو بيعمل بوكسات بيلم فيها السندوتشات كلها. فاحنا النهارده جبنا من عنده بوكس ازوزه. تمام. هو ما كانش عنده بطاطس فحط اكياس شيبسي لانهم بيحملوا له دلوقتي. كان عنده ضغط بصراحه، كان عنده زحمه. هو مش زحمه، هو قعدنا عم جبنا الاوردر كانت وحشه جدا بصراحه. ساعه الا ربع او ساعه، وده كتير جدا 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 على كبده وسجق. يعني ازاي مش عارف. بس ما كانش زحمه قوي لدرجه انك قاعد ساعه او ساعه الا ربع عشان تاخد شويه كبده وسجق يعني. بصراحه شايفها مبالغ فيها شويه يعني. وجايب معاه بوكس، هو بيكون البوكس سندوتشات، وجايب كده تحت كمان ليمون وطحينه، علبة طحينة ليمون مش عارف ايه دي. أول كيس اهيت جايب فيها مخلل، سلطة، وعلبة مش عارف ده صوص ايه ده، هنشوفه سوا، وطحينة، وجايب شوية ليمون كده متقطع مع السندوتشات. تمام. وده أنا جبت هو بره عن صندوق البوكس. ده سندوتش سكالانس، ده هنشوفه في الآخر، نخليه بره ده نشوفه في الآخر. تمام. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف. نبتدي بقى بأول حاجة معانا وهي بوكس أزوزة. بوكس أزوزة بيحتوي على 6 سندوتشات: كبدة اسكندراني، سجق اسكندراني، كبدة مشوية، سجق مشوي، وكفتة وشيش. فاحنا معرفش هو مين بيودي على فين، بس احنا هنكتشف ونشوف مع بعض حاجة دلوقتي. نفتح بقى الشيبسي. نفتح الشيبسي بقى ونكبه هنا كده ونلم الكيس. شيبسي جامد جدا غريب. نخش بقى دلوقتي ونشوف سندوتش يقول ايه. ده اول سندوتش معانا، وهكتب لكم سعر كل سندوتش لوحده تحت هنا موجود يعني هتلاقوه. اول حاجه الباكجنج بصراحه تحفه، كيس عليه اللوجو، بوكس وعليه اللوجو، وكل ورقه عليها اللوجو، فهو مهتم جدا بحته الباكجنج بصراحه. ف10 من 10 في الباكجنج. ده شكل سندوتش السجق اهو. ده سجق اسكندراني المفروض يعني. هو التتبيله بتاعته مش كتير يعني، حاطط بصل وطماطم كتير والكلام ده. تمام. بس كميه السجق جوه حلو. وده على ما اتذكر ثمنه مثلا 10 12 جنيه حاجه كده يعني. بص اعتذر المشاهد. مم. السجق تحفه. احسن حاجه في السجق ان هو بلدي. دي بص دي تعليق فوق لسبع سما لا تنزلك سبع ارض. انا بصراحه على سبع سما، وفي سنس شطه كده خفيف كده جميل مع الاكل. بصراحه السجق ياخد 9 من 10 مستريح قوي. مزاج بامانه يعني. تاني سندوتش معانا الا وهو الكبده. نفس الباكجنج برضه نفس الكلام. الكبده ده 8 جنيه على ما اتذكر يعني، ده 8 جنيه. السجق ب 10. نقطع كده عشان نشوف من النص على طول. ونص الكبده من جوه. يلا بينا. الكبده بتاعته نسخه من كبده الفلاح اللي فاتح في المحله، فاكرينه؟ لو ما شفتش الفيديو بتاع كبده الفلاح ده المحله، هتلاقي الفيديو هنا او هنا، مش هنا او هنا، تلاقي الفيديو هنا. خش انت اتفرج عليه دلوقتي يلا. وهتلاقي كمان الفيديو بتاع المقارنه بين احسن كبده في المحله.
هو لو كان الفيديو ده بصراحه ينافس اول او تاني بالكتير. فبصراحه جامد جدا جدا، شغل عالي. جايبين مع البوكس، جايبين مع البوكس هنا بابا غنوج، يعني حبه حلوين وطحينه، بس الطحينه سهله قوي مش عارف اشيلها اصلا، وحبه سلطه حلوين كده ومكمل. المفروض كان بطاطس بس مفيش بطاطس، ده جيبسي حلو برضه مش وحش يعني. شوفوا اللي بعده، نفتح ونستكشف. كمية فويل محترمة يعني على السندوتش قوي. ايه الفويل ده كله؟ ده سندوتش كفتة، شايفين واخد سيخ كفتة محترم من جوه كده. كمية كفتة محترمة. بص الكفتة جوه كميتها كبيرة، مش فاكر بكام، متهيألي الساعة 16 18 حاجة زي كده، بس لو اللحمة بلدي يفرق. نحط بقى كده في الطحينة عشان الكفتة ما تاكلش غير بالطحينة. بص الجمال، بص الجمال، بص الحلاوة، بص الجمال والحلاوة، بص. بسم الله. كفتة جامد جدا جدا، احلى بص، احلى من الكبدة. هرتب في الاخر عموما يعني، بس الكفتة لا، بأمانة لا توقعتش منه ده ابدا، بأمانة توقعتش منه ده مع انه اتأخر في الاوردر جدا، بس سندوتشاته جميلة جدا بصراحة. كمية فويل محترمة عشان تعدي الحرارة. بص ده بقى، ده سجق مشوي، كمية محترمة يا جماعة، كمية محترمة، بيهتم جدا بالكميات يعني. بص السندوتش ده ب 12 بتهيألي، فيعني لا بصراحة يستحق ثمنه بالزيادة. عامل كده ليه؟ مش عارف. بسم الله. السجق جامد جدا جدا جدا، بس لو غيرتني اختار ده ولا الاسكندراني، اقول لك في الاخر، مش هقول لك دلوقتي، عدد معانا شوية. بس السجق عشان تشوفوا شوف بس معايا كده، السجق مخروم من النص، السجق ده مشوي على الفحم، يعني مشوي مش جريل ومن غير اي صوت ولا اي حاجه، لا هو مشوي فعلا، فاهمني؟ فبيفرق جدا بصراحه، فرق جدا 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 في الطعم. بصراحه لحد دلوقتي انا متفاجئ من المستوى جدا، يعني لا يا نهار ابيض، كبده جريل حاجه يعني بص محترمه جدا، كبده جريل مشويه محترمه جدا 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 يعني، كميه لا باس بها. نقطع بقى. بصوا يا جماعه الكبده جوه، طبعا دي بقى انتوا عارفين عايزه ايه، عشان لو هي مشويه بس كده مش تبقى حلوه يعني. طبعا ده حته الليمون، ده حته نديها حته الليمون كده يا جماعه. ناخد بقى حبه ايه طحينه كده نحطهم هنا، و يبقى عندنا اللقمه الجامده جدا 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 دي. يلا بينا. ايه الجمال، الحلاوه، الطعامه دي بجد والله. لا لا، ايه عزوزه ده، ايه عزوزه ده، توقعتش ابدا المستوى ده. اخر السندوتش ده اكيد هو شيش يعني، بس الامانه انا ما توقعتش. ايه ده قله ادب، والله العظيم قله ادب، والله قله ادب. ايه الجمال ده، حاطط مايونيز، خس، قطع شيش ده اكيد فحم، لما هو عم بقيت الحاجات دي فحم. لا قله ادب بامانه، قله ادب بامانه. اتفرج كده، اتفرج على الجمال ده بقى، تحطه في الوغن منه عشان نجربها برضه مرة هنا فيها، وناخد كده بعديها عصرة الليمون الجميلة عشان يطلع عندنا هذا المنظر الجميل الجامد جدا. بسم الله. أكاد من فرط الجمال، أقسم بالله العظيم أنا ما دقتش حلاوة كده في المحل، ما دقتش طعامة كده. إيه الحلاوة الطعامة دي، أقسم بالله إيه ده؟ لا والله العظيم لا بستوعب، اقسم بالله مستوعب اللي انا اكلته ده ايه.
في كده بجد يعني، في المحل حد بيعمل حاجه حلوه كده بجد؟ مش عارف. طب نحلي وبعدين نحلي وبعدين نرتبهم. يلا طلع بقى دلوقتي سندوتش السكالانس. السكالانس المعروف حلاوه، مربى، عسل، قشطه. شوف بقى ده بيتكون من ايه؟ شكله حاطط شوكولاته. لا مش حاطط ولا مش حاطط؟ لا مش حاطط. ومربى، قشطه، وعسل، وحلاوه. بص نفس اللي انا قلت لك عليه حلاوه. هو ظابط السكالانس، عامل سكالانس مظبوط جدا 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 اهو. اتفرج ومتع عينك. يلا بينا ندوق. بس ملزق جدا. يلا بينا ندوق. بس عموما سعر السندوتش ده على الحجم ده على الكميه دي غالي، لان هو ب 15 جنيه. فالسندوتش ده ب 15 جنيه لا مش جود ديل. البوكس اقول لك جود ديل جدا، لان اتمزجت منه جدا 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 جدا. انا هقول لك اكتر حاجات مزجتني دلوقتي، بس بصراحه ادفع فيه ال 86 جنيه بتوعه وانا مرتاح الضمير عادي جدا. لكن ده لا هو غالي. بس هندوق نشوفه حلو ولا وحش. لا لا بأمانة شابوه أزوزة. بأمانة شابوه لمطعم أزوزة. القشطة المفروض حلوة قوي، المفروض جوه كمية حلوة قوي عشان تغطي تكسر طعم الحلويات المسكرة. مربى كميتها مظبوطة جدا، الحلاوة كميتها مظبوطة جدا، كل حاجة محطوطة بالمقاس جوه. بأمانة شابوه لمطعم أزوزة جدا جدا جدا. نيجي بقى لتقييم السندوتشات. نيجي بقى دلوقتي نرتب الكلام ده بيقول ايه. بس في الاول لازم طبعا اقول لكم رايي في الطحينه والبابا غنوج، حلوه ولا وحشه برضه. ده تقييم، ده لازم تقيم برضه. فالطحينه اعملها بخضره كده تمام، خفيفه خفيفه بصراحه مش تقيله. السمن ده لوحدها لا. اول حاجه تخيش منهم الطحينه مش مظبوطه قوي. هي خام بيور شويه، يعني مش مكتر ليمون هات ليمون، مش طحينه حاتي فاهمني؟ يعني الطحينه بس مش طحينه حاتي، حاجه ايه في النص كده. شوف البابا غنوج، ناخد الشيبس تاني نغرب بيها. شوف البابا غنوج. امم حلو كده، حلو كده. البابا غنوج فنجان مشوي على الفحم، فيها لسعة شطة محترمة كده جواها. بأمانة لا تستاهل. البابا غنوج حلو، حلو جدا كمان. نيجي دلوقتي بقى نرتب السندوتشات من الأحسن للأحسن برضه لأنهم كلهم حلوين. بس احنا هنرتب يعني اللي من وجهة نظر أنا كيفني جدا 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 يعني. من رأيي وهتستغرب جدا انت الموضوع ده، بس انا الكبده المشويه يعني جامده جدا 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 بامانه يعني. كبده مشويه وبعديها السجق الاسكندراني، دماغ ده بقى في حته تانيه خالص. السجق الاسكندراني في حته تانيه. كبده مشويه وبعديها سجق اسكندراني وبعديها كفته وبعديها الشيش وبعديها الكبده الاسكندراني. يبقى احنا ايه نعيد تاني التركيب. هو كاتب لكم هنا بس احنا هنعيده مره تاني عشان نركز مع نفسنا. كبده مشويه، سجق اسكندراني، كفته مشويه، شيش، وبعد كده كبده اسكندراني اخر حاجه. بس مش بقول كده ان الكبده وحشه ولا السجق وحش ولا الشيش وحش ولا الكلام، لا كلهم جامدين جدا جدا جدا. انا برتب على حسب تقييمي الشخصي. ارشح لكم ايه لحد لما تروحوا كله بصراحه. ارشح لكم البوكس ده كله على بعضه كده. وفي كمان سندوتش كرب، سندوتش مش فاكر لحمه ستيك بس الاثنين ما كانوش موجودين هناك، ما عرفتش اجيبهم بصراحه. انا كنت ناوي اجيب البوكس ده بس تكفي من عندهم عشان كنت حاسس انه مش هيعجبني قوي وما رضيتش اجيب بقى المكرونات والحواوشي وكده. بس البوكس عجبني فبصراحه انا متحمس اكتر ان انا اجيب الشيش واجيب اللحم الستيك واجيب الحاجات دي كلها. وهبعت لكم جزء تاني من مطعم أزوزة. بس لو انت متحمس زي انزل اخبط لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان اقول لك نعمل ولا ما نعملش، واخد رايكم طبعا. وقولوا لي في الكومنتات عايزين مطاعم تانيه عشان نبقى مع بعض على طول. وفي الاخير ارشح لكم أزوزة جدا 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 جدا.
مطعم محترم جدا جدا، واحييهم بصراحه على الكواليتي اللي هم بيقدموها. وبس كده، وسلام.